بسم الله. بنجيب طاسة أو شغلة مثل هاي، بننزل فيها كاسة حليب دافية، ملعقة كبيرة سكر وملعقة خميرة، بنخلطهم مع بعض وبنحطهم 10 دقائق على جنب. عندي هون طاسة العجانة، بنزل فيها 300 غرام طحين، رشة ملح، وهلا بننزل الخليط اللي عملناه أول شي، وهلا بنعجن. ونحن بنعجن بننزل ملعقتين كبار زيت، بننزل العجينة على الطاولة، بنرش شوية طحين ونكورها بهالشكل. عندي هون طاسة بدهنها بالزيت، بننزل فيها العجينة، بنسكر عليها، بنحطها بمكان دافي لبين ما يتدبل حجمها، بدها تقريبا ساعة. هلا بنحضر الخلطة. أول شي بدنا 50 غرام زبدة و175 غرام من الجبن الكريمي، بنبشر عليهم 4 أسنان توم، وآخر شي بحط عليهم رشة نعناع. وهلا بنخلط. هيك الخلطة بتكون جاهزة. هاي هي العجينة بعد ما ريحتها ساعة كاملة. بنجيب صحن الفرن وفيه ورق الزبدة وبننزل عليها العجينة ونفردها بالإيد بهالشكل. هلا بنريحها كمان 5 دقائق، وبعد ما ارتاحت بندهنها بالصوص وندهنها بهالشكل. وآخر شي بنحط عليها الموتزاريلا وندخلها الفرن على درجة حرارة 250 من 5 ل10 دقائق.